بعثي. طبعا هو من ايام المدرسه موقعه كانت استماره. تماما استماره ومنسب للحزب من دون ما اعرف. تجربتي بتدمر كانت يعني ابسط الشغلات. هلا اللي حكى عنها الفتحات بالسقف موجوده. هي شغله بسيطه كانت. كنا لما بنصحى الصبح الفيقة الصبح كانت اجباري الساعه 5. لما بفيقونا الصبح الشيء اللا ارادي فينا انه كل المساجين بالمهجع نشلح كل ثيابنا لنفلي الامل من جسمنا. هي مجرد ما فقنا، لانه في تفتيش بيجي عليك اذا التقى في امل بجسمك حتتعاقب. بالرغم انه الامل يعني كيف ما طلعت بتشوف الامل. كيف ما تحركت يعني مثل ما عم يحكي الاخ كان انه مجرد اطلعت انت تطليعه بعسكري سجان ممكن تكون عقوبتك وخيمه. طبعا انا طلعت ب4 شهور ونص، كان يمكن حكمي اكبر من هيك من خلال الواسطات، وعملنا لجنه طبيه طلعت مختل عقليا لحتى قدرت اطلع من القصه. صارت معنا حادثه بس صغيره بتذكرها. في شيء بالسجن كانوا بيسموه سوالين او سالوله. هي السالوله هي عباره عن مكان مثل الكتب اللي عنده ذنب او مذنب بشيء يحطوه فيها لفتره الله اعلم ممكن ينسوه. طلعونا سخنه من المهجع لتوزيع الطعام. جايبين الحلل الطعام للمساجين برا كانوا. كل شخص منا نحن اللي طالعونا السخرة بده يستلم شيء لقسم معين بالسجن. فأنا صدفت اللي أعطاني، طبعا الطعام كان يتوزع بطاسات مثل طاسة الحمام بس بلاستيك. أعطاني الطاسة قال لي أنت سواليل. طبعا عند كل حل الطعام في عسكري واقف هو مشرف على موضوع التوزيع. لما وصلت أنا قلت له سواليل، الحلة كانت فيها برغل طالع على الكفكير نفضه، في البقايا اللي ملزقة فيه هي نفضها بالطاسة، يعني يمكن إذا بنجمعهم بيطلعوا معلقة شاي. وحط فوقها كسرة خبز يابسة ردة وقال لي هي للسواليل. خلال هالفترة هي كان في حدا من مهجعنا بالسواليل، هو أطول مني وأعرض مني، كان صار له 18 يوم. بديت الطعام، طبعا انا ممنوع ادخل لمكان السواليل، في السجان اللي على الباب بينام له الطاسه هو اللي بيدخلهم يعني. بعد بفتره لما طلع الشخص من السواليل قعد تقريبا شهر وشوي مكسور. فعلا طلع انحف مني، ويعني فينا نقول بين الحياه والموت بسبب المكان. طبعا هو متر حتى ارتفاع متر هي مكان السالولة، حتى وقفه ما في، اكله وشربه ووسخه كله حياته وموته، ما في طلعات ضوء ما بيشوفه. هذا الشيء بسجن تدمر. هذا الحكي ب 2003. انا لما طلعت من 2003 حصلت انه الاحتلال الامريكي للعراق دخل بنفس السنه، كنت انا بالسجن. بعد ما طلعت صارت قصه ابو غريب حكى فيها بالاعلام. اهلي قاعدين يعني تاثروا بالموضوع والمشاهد اللي شافوها، والدتي بكيت، اخواتي تاثروا، اهلي تاثروا، انا صرت اضحك. انه احمد ليش عم تضحك؟ انه ايه يعني طبيعي هذا الموضوع. هدول محتلين امريكان اللي عاملينه هذا الشيء سهل بابو غريب. نحن بتدمر شفنا اكثر من هيك. كان عندنا باحه بالسجن كنا مسمينها باحه العماد. كانوا يشرحوا كل المساجين بالضبط يدخلوهم هي الباحه. معلش اعذروني يعني على الشغلات والفظائع اللي ممكن بدي احكيها. في شيء اسمه حلاقه دقن وباط وعانه. هي الحلاقه اجباري. انا اول ما دخلت حلقوا لي اياها غصبا عني. بعدين صرت استخدم الكريم تبع مزيل الشعر حتى دقني صرت شيلها فيه، لانه الموس اللي عم ينحلق فيه ل 3000 زلمه بنفس الموس، انت ممنوع تمسكه بايدك. شفرة الحلاقه ممنوع تمسكها، في مين بده يحلق لك. يعني هي ابسط الامور اللي كنا عايشينها بهدول 4 شهور ونص. طبعا انا مروا علي سنين، تخيلوا سنين. بس يعني في شغلات اكثر من هيك، بس خليها جوا.